السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام علي. ان شاء الله تكونوا لاباس. ان شاء الله اليوم راح نديروا واحد الكيكه بحجم عائلي. نشوفوا المقادير تاعها. 250 مليلتر تاع تمر، نقيته وحطيته في كاس ماء ورحيته ولا هكا. هذه الكيكه صحيه. كاس تاع زيت معمر ناقص عندبه، كاس حليب، زوج حبات تاع بيض هكذا. نديرو قرص تاع الملح هكذا ونخلط بالفويل. بسم الله، نخلطو مليح هاد المكونات. الفرينه ما نقدرش نعطيك المقدار، ندير ونقول لك كيفاش تجي القوام تاعها. بسم الله، نديرو هكذا ونحطو زوج اكياس تاع لا ليفور. انا مانيش حابه ندير لها لافاني، حبيت نخليها بالذوق تاع تشينا تاع البرتقال. كي نديرو الفرينه ولا نديرو عصير البرتقال 250 مليمتر. مازال نزيدو شويه تاع الفرينه مع الاخر. درنا نص معلقه قبل ما نديرو العصير، والنص كي نديرو العصير. هذا هو القوام. دوك نوريلك القوام كيفاش يجي. القوام تاعها هكذا، شوفي ما ثقيل ما خفيف. هاد السنيوه، هذه سنيوه كبيره اللي موالفه ندير فيها الكرنطيطه. درت لها الزبده ولا زيت ولا وترشيها بالفرينه. وانا حليت الفرن على اعلى درجه. الفرن تاعي حليته على اعلى درجه. نحطها في الرف الوسطاني ونقصلها باسكو راهي سخونه بزاف. ونعاود نوريلكم كيفاش نخدم لها لاصوص من الفوق. هاي لك التورته تاعنا وجدت. شوفي كيفاش وجدت. نثقبها بالموس هكذا هكذا. واش ندير؟ انا طيبت صوص بالعصير البرتقال. هاهي لك درت كاس تاع عصير برتقال، كاس تاع تمر مرحي، ونص كاس تاع مايزينا. نكب هذاك لاصوص لهنا هكذا. هذا لا تارت ما فيهاش السكر. نوزعوها هكذا. هذه لازم نحطوها في الثلاجه، نشبعها بالتشين برتقال. ونخليها طيب عفوا نخليها تبرد مليح، ونعاود نقسمها ونوريها لكم ان شاء الله. العطاق تاعنا وجدت. رشيتها بشويه نواه كوكو، جوز الهند. نشوفوا نقطعوا مورسو ونشوفوا كيفاش طابت هذه العطاخت. شيش طابت معنا ما شاء الله. والله التورته يعني بالبرتقال ما شاء الله ما شاء الله عليها. شوفي خفيفه وصحيه. ان شاء الله تعجبك. متنسيناش بالجيم والبارطاج. اللي دخلنا علينا عندنا جديد نقولوا له مرحبا بك، والى فيديو اخر
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.